السلام عليكم. أخيرا وبعد مجهود كبير وصلنا للنقطة الأخيرة من التعامل مع الفورمز. كده الحمد لله اتكلمنا تقريبا عن كل حاجة خاصة بالفورمز. باقي شوية حاجات بسيطة هنتكلم عليهم. أول حاجة، لما ندخل هنا زي ما انت شايف، لما عملت ريلود هنا عمل فوكس على طول على الانبوت ده. دي اكنك بتقول للمستخدم انا عايزك تملى لي ده اول حاجه، يعني ده يكون اول حاجه انت هتملاها. دي بنعملها ازاي؟ زي ما انتم شايفين لو عملت هنا ريلود هو مش عامل فوكس على اي حاجه، بس خلينا نقول ان احنا عايزينه يبدا بالبريد الالكتروني. هنا بنستخدم اتريبيوت اسمه اوتو فوكس، اعمل لي فوكس عليه. هنا هاجي عند البريد الالكتروني واقول له اوتو فوكس بالشكل ده. ريلود زي ما انتم شايفين عمل البوردر عليه والمكان بتاع الكتابه واقف عنده. لو خدته مثلا نقلته للاسم بالشكل ده، هو الطبيعي ان هو بيكون عند الاسم اللوجيك، يعني هتلاقيه رايح عند الاسم عادي جدا. طيب حاجه كمان، ان انا لو جيت عند الانواع مثلا حبيت ان او انا اعتقد ان الجمهور بتاعي هيكون نوع اكتر من التاني، فعلشان اسهل على المستخدمين بل انا بعلم على واحده بحيث ان هو لما يدخل يلاقي ان هي متعلم عليها. مش عارف هي معموله هنا ولا لا، مش معموله للاسف، لكن هي فكرتها ان انت تدخل تلاقي ان هو متعلم على حاجات معينه. خلينا اقول بشكل عام ان النوع في الاغلب هيكون بيتابعني شباب، فهختار مثلا ذكر. والهوايات في الاغلب يمكن بيلعبوا رياضه، فبرضه هعلم على رياضه بالمره. دي بنعملها ازاي؟ بنيجي عند النوع هنا عند ذكر، عند الانبوت مثلا هقول له هنا تشيكد اللي هو انت عارف انت لما لما انت اصلا بتدوس عليها انت بتعمل تشيكد، فانت بتقول له لا انا هستخدم اتريبيوت اسمه تشيكد، فانت هتدخل تلاقيها متعلمه. خلينا نشوفها مثلا عند ذكر. هنا تشيكد، مش عارف متاكد ان انا حاططها في المكان الصح. تشيكد ريلود. طيب هو انا ما كنتش عملت سيف فعشان كده ما كانتش ظاهره. طيب الهوايات نفس الكلام، ادام ظبطت في النوع نخليها تظبط في الهوايات. احنا قلنا ان هم غالبا ممكن يكونوا بيلعبوا رياضه غالبا. ريلود بالشكل ده، فقدرنا ان احنا نعلم على الرياضه. فهو اول ما يدخل بسبب شيك دي هيلاقي ان هو متعلم عليها، فحياته هتكون اسهل اكيد. يعني مش هيقعد ان هو يختارها، انت هي افكار في الاخر وانت بتطبقها على حسب الفكره اللي انت واقف عندها. طيب عندنا حاجه كمان، خلينا نقول ان هو هنا دخل تاريخ ميلاده او دخل عمره. من عمره خلينا نعكسها افضل، دخل تاريخ ميلاده. لو انا دخلت تاريخ ميلادي من تاريخ الميلاد بلغه البرمجه، بلغات البرمجه اقدر ان انا اعرف العمر من غير ما هو يدخله لي. يعني 24 خلاص هو اتولد في 24، يعني مش موجود على الكوكب، فهو هنعرف منه العمر، هنعرف ان هو عمره مثلا سنه. دي اعملها ازاي بقى، او مش دي اعملها ازاي؟ اللي انا عايز اعمله هنا ايه؟ ان انا اوقف له العمر، ما خلوش يعرف يكتب فيه، لان انا خلاص مش محتاج ان هو يدخل لي عمره، انا هعرف اجيب عمرك، انا عايزك بس تدخل لي تاريخ الميلاد. هعملها في خطوتين. الخطوه الاولى هرفع تاريخ الميلاد فوق العمر عشان يكون واضح اللي احنا هنعمله. فالمفروض كلوجيك ان انا لما اختار تاريخ الميلاد هنا على طول ينزل لي العمر، هينزل لي هنا 1، لكن هنا هينزل لي 1 بالشكل ده، لكن لو جيت اعدل عليه ما ينفعش. دي بنعملها ازاي؟ بنستخدم اتريبيوت اسمه disabled بالشكل ده. disabled بحط هنا للانبوت بقول له انت عندك المعلومه دي disabled، انت ريلود بالشكل ده ما اقدرش ان انا اكتب. فالمفروض ان انا لما اختار تاريخ الميلاد هنا على طول يجيب لي العمر. طيب disabled يعني ان شاء الله تكون واضحه في المثال ده ان انت ما بتسمحلوش ان هو يكتب في الانبوت ده. طيب عندنا كمان بالنسبه للعمر الفكره اللي احنا قلنا عليها، هنا قلنا ان بحد هنا لا العمر ما بين 18 و 29، فانا هنا في الانبوت ده عايز اقل حاجه يكتبها 18، اكتر حاجه يكتبها 99. مش هقبل حد مش في الرينج ده. لو واحد عنده مثلا 200 سنه او حد عنده 5 سنين مش هنقبله معانا. طيب هنا في احنا دي عملناها في العمر، فهنضطر ان احنا نفتح العمر هشيل منه disabled وهقول له ان المن عندي اتريبيوت اسمه من اقل حاجه. يعني الكلام لوجيك قوي، يعني بيعبر عن الحاجه اللي انت تعملها. من 18 ماكس 99، يبقى المن هي اقل قيمه رقميه هتقبلها، الماكس اعلى قيمه رقميه هتقبلها. ريلود هنا العمر لو حاولت ادخل 10 مثلا هيقبل، لكن خلونا ندخل البيانات سريعا. ندخل البيانات اللي هي required وندوس ارسال. فهنا 1
دوت اس ايه حفظ وارسال. العمر مرضاش ان هو يقبل 10، قال لي value must be greater than or equal to 18. طب دخلت له 200 حفظ وارسال هيقول لي value must be less than or equal to 99. حلو جدا. لكن لو دخلت مثلا 50 هيبعت عادي جدا مفيش مشكله وبعت البيانات. طيب يبقى دي المين والماكس. عندنا بقى هنا في اسم المستخدم، انت هنا لو دخلت انا عندي هنا الفيل انبوت اكستنشن دي هي بتملى الفورم كله، بس مش عارف ليه مش شغاله، فهي كانت هتسهل علينا حياتنا بس مش مشكله. طيب هنا اسم المستخدم، انت لو دخلت مثلا لو دخلت حرفين بس، خلينا نروح نعمل تسجيل. هو هنا بيقول بليز lengthen this text to 5 character or more. هي ما ينفعش ان هو يكون اقل من 5 حروف. مفيش لوجيكال، انت لو دورت هتلاقي ان اقل اسم مثلا ممكن يبقى حرفين او 3 او 5، فانت بناء عليها بتبني الموضوع ده، بتقول خلاص كلوجيك اقل حاجه هقبلها كذا. دي برضو خلينا نضيفها هنا مثلا في الاسم، بس المره دي مش من وماكس، من وماكس مع الارقام. لكن هنا المره دي عندي من لينث، اقل لينث هقبله اللي احنا قلنا 5، وماكس لينث تقريبا اكبر اسم في العالم 100 وشويه، احنا هنخليه مثلا 200 حرف. طيب نفس الكلام لو جيت عدت العمر هنحطه مظبوط المره دي at sa.c اي حاجه حفظ وارسال. طيب هو ليه بعت؟ لان انا حاطط الفاليو اسمها ادخل اسمك، دي فاليو حقيقيه زي ما انتم شايفين. الفاليو ادخل اسمك اكبر من 5 حروف، فهو قبلها عادي، فاحنا هنشيلها. نرجع تاني هنلاقي القيم. طيب كويس. لو حاولت هنا ابعت هيقول لي دخل الاسم، هدخل بس حرفين. نبعت هنا هيقول لي بليز lengthen this text to 5 character or more. هنا 5 حروف او اكتر. طب لو انا دخلت كتير قوي 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 قوي، كسرت ال 200 او ال 100 اللي احنا حطيناها حفظ وارسال، تمام. هو ادام راح عند كلمه السر هنا. طيب هنا برضو انا استخدمت ماكس بس مش ماكس لينس، احنا عايزينها ماكس لينس يكون 100، لان ماكس ومن بنستخدمهم مع الارقام، ماكس لينس ومن لينس بنستخدمهم مع الكلام او مع التكست بالشكل ده. دي كانت فكره المين والماكس. يا رب ان شاء الله ان الدنيا تكون واضحه ويكون الفورم اتفهم بشكل كويس. ولو في اي حاجه سيب لي في الكومنتات وانا هرد عليك. وبرضو قيم طريقه شرحي وطريقه التدرج في المستوى، وان كل حاجه ان شاء الله واضحه وما فيهاش اي مشكله. اشوفكم في الدرس الجاي ان شاء الله.